تعرف إن مانستر يونيفرس مش الجزء التاني لشركة المرعبين المحدودة؟ هييجي واحد محنك يقول لي أصل الجزء التاني ده عبارة عن أحداث الماضي وبتاع، لا، 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 هو فعلًا كان في جزء تاني، بس الجزء التاني ده اتمسح، ديزني ما أعلنتش عنه. الجزء التاني كان اسمه شركة المرعبين المحدودة: الضياع في جنة الرعب. وهنا تبدأ القصة. شلبي سلوفان وماجد وشوشني كان في يوم من الأيام بيستعدوا إنهم يعملوا عيد ميلاد لأبوه ويفاجئوها بيه، لكن بيكتشفوا بعد ما راحوا إن عيلتها عزلت من المكان، ويلاقوا مكان سرير بو ست عجوزة قاعدة نايمة على السرير، وبيضطروا الاتنين إن هما ينفوا نفسيهم في عالم البشر في رحلة للبحث عن بو. طبعا بتقابلهم مشاكلهم وحوارات ومغامرات كتير بتواجههم لغاية ما يوصلوا فعلا لبيت بو. لكن المشكلة إنك بتكتشف إن الوقت في عالم البشر بيمر أسرع من عالم الوحوش. معنى ده إيه؟ معنى إن كده بو الطفلة اللي إحنا عارفينها بقت تينيج، مراهقة، بنت كبيرة شاب. والأسوأ بقى صدمة في قلب كده شلبي سليفان قلبي إن هما بيلاقوا بو مش فاكراهم أصلا، والحل الوحيد عشان يرجعوا لعالمهم تاني إن هما يضحكوها في أوضتها عشان يفتحوا الباب للحفلة. بس للأسف ما بيعرفوش يضحكوها. وعايز أقول لك إن كمية الحزن والمأساة والأسى على شلبي سليفان وماجد وشوشني كبيرة جدا في الجزء ده. الجزء ده حرفيا مظلم، نهايته غاية الظلام، غاية دارك يعني مفيش هزار. النهاية مأساوية جدا لدرجة إن أنا مش عايز أقولها ومش عايز أحرقها لك، وكلامي ده مش مجرد كلام، ده هتلاقيه في الوصف تحت. أنا مش جايب الكلام ده من عندي، الكلام ده اتكتب واتعمل فعلا منه رسومات بدائية. الفيلم بقى اتلغى ليه؟ دي حاجة ترجع لديزني وشركائها، مرضوش يعلنوا عن الفيلم. وبس شركة المرعبين المحدودة هي الجزء التاني هو الضياع في جنة الرعب، مش مانستر يونيفرستي اللي احنا عارفينه.